من غير ما تسلقيها ولا تحمريها ولا حتى في الفرن هتسويها. معايا هنا فرخة حجمها صغير، يعني تبقى كيلو او كيلو ونص، مش اكتر من كده عشان ما تاخدش معاكي وقت في التسوية. هشيل اخر جزء كده من الجناح وهفتحها من الظهر. بعد كده بعمل فتحات في اللحم كده بالشكل ده، برفع الجلد بس حتة صغيرة واعمل فتحات بالشكل ده عشان هندخل فيها التتبيلة واي دهون بقى زيادة بنشيلها، واعمل فيها فتحات كده بسن السكينة. بعد كده معايا طاسة هحط فيها معلقة كبيرة من زيت الزيتون، لو مش موجود عندك حطي زيت عادي، والتوابل زعتر وملح وفلفل اسود، بابريكا وبهارات فراخ، بصل بودر وتوم بودر، معلقة صلصة ومعلقة كاتشب ومعلقة من دبس الرمان. خليهم يغلوا غلوة على النار. بعد كده اتبل الفراخ كويس جدا. وكمان الفتحات اللي احنا عملناها ندخل فيها التتبيلة، تتبيلة سهلة وسريعة ومش هتاخد معاكي وقت، واهم حاجة انها هتخلي طعم الفراخ تحفة. طاسة بقى او جريل، هضيف فيه معلقة سمنة ومعلقة زيت، خليها تتحمر كده من الوشين. اول ما تاخد لون حلو هضيف نص كوباية من المية واغطيها لحد ما تستوي. متنسوش تحطولي لايك.